لم يتبين سائق القطار ذلك الشيء الذي اعترض سكته وداسته عجلات القاطرة وما تقطره من عربات. وبعد أن قطع عدة كيلومترات على وجهة مراكش أبلغ عما قد يكون وقع. لما انتقل فريق من المراقبين إلى النقطة وجدوا أشلاء ونصف جثة بشرية. ملفات بوليسية، قصص من ملفات الشرطة المغربية، كتبها الأستاذ عبد اللطيف بوحموش، صاغها للإذاعة ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. ملفات بوليسية، القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحيانا الأماكن، وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنه من باب الصدفة ليس إلا. ملفات بوليسية. حافي القدمين على السكة، الحلقة الأولى. في 27 من دجنبر من العام 2009 بعيد 3 صباحا في جو بارد وشديد الظلام، كان سائق القطار المتجه من الرباط إلى مراكش يعبر المقطع الواقع بين المحمدية والبيضاء. كانت الرؤية ضعيفة بالرغم من أن القاطرة مجهزة بإنارة قوية. بعد أن تجاوز المحمدية ببضع كيلومترات ظن أن القاطرة وما تجره وراءها من عربات للبضائع مرت فوق شيء ما لعله جسم إنسان كان ممددا على السكة. لم يكن ممكنا توقيف القطار، ثم إن السائق لم يكن واثقا من أنه دهس جسم إنسان، ومع ذلك فإنه اتصل بمحطة عين سبع وأبلغ عن الذي ظن أنه حدث بعيد تجاوزه المحمدية، وقد حدد السائق النقطة الكيلومترية على وجه التقدير. القواعد الخاصة بالنقل على السكك الحديدية تملي التثبت مما تم الإبلاغ عنه، وقد تم إرسال فريق إلى النقطة الكيلومترية التي حددها سائق القطار. هناك وقد تناثرت على مسافة عشرات الأمتار بقايا بشرية اختلطت بقطع من الثياب، كانت قطعا صغيرة. لم يبق من الشخص الذي دهسه القطار سوى الجزء الأسفل. كان يحمل سروال جينز وكان القدمان حافيان. تم الاتصال بالشرطة التي أبلغت بالاكتشاف الرهيب. حضر إلى المكان عميد الشرطة رئيس الدائرة التي يتبع لها الموقع، وكان معه عدد من أعوانه، كما التحق بهم عناصر من فرقة مسرح الجريمة والتشخيص القضائي. مكنت المعاينة الأولية من التثبت من أن ما تناثر على مسافة عدة أمتار على السكة الحديدية هي بقايا بشرية، كما مكنت المعاينة الأولية من التأكد من أن الأمر يتعلق بجثة رجل. كان شبه مستحيل التعرف على هويته. لم يعد هناك وجه ولا ملامح ولا كف ترفع بصماته. هو خليط من قطع لحم بشري وعظام متداخلة مع قطع ثياب. أبلغ العميد رؤساءه والوكيل العام للملك. كانت التعليمات أن يعجل بجمع تلك الأشلاء والبقايا وأن تخلى السكة قبل مرور القطار المقبل. تم نقل تلك البقايا إلى المستودع البلدي للأموات، ووضعت رهن إشارة الطبيب الشرعي لإجراء الفحوص والمعاينة التي قد تفضي إلى معرفة هوية صاحب تلك الأشلاء أو الوصول إلى ما قد يفيد في معرفة سبب الوفاة وظروفها. كان على المحققين أن يتوصلوا إلى ما قد يحدد هوية الرجل ومعرفة ما إن كان انتحر بأن ألقى بنفسه في سكة القطار أو أنه كان ضحية اعتداء. كان الاستنتاج الأولي للعميد أن الرجل قد يكون ألقى بنفسه تحت عجلات القطار. لم يكن استنتاجا نهائيا، ولكنه كان ما رجل العميد في تلك المرحلة الأولى من التحري. ضحى ذلك 27 من دجنبر كان الطبيب الشرعي قد أعد تقريرا أوليا. في جملة ما جاء في ذاك التقرير
أن تلك الأشلاء التي تم جمعها من على السكة الحديدية لم تكن تحمل آثار دم. كما لاحظ الطبيب الشرعي أن قدمي الرجل بالرغم من أنهما كانا حافيين فإنهما لم يحملا أثر للمشي قبل الوقوع على سكة القطار. وقد دفعت تلك الملاحظة الأخيرة إلى طرح فرضيتين: فإما أن أحدا نزع حذاء الرجل، وإما أن الأمر يتعلق بشيء آخر يتعين التدقيق فيه والنبش ربما عميقا لاستكناهه. لاحظ الطبيب الشرعي ودون ذلك في تقريره الأولي أن حرارة تلك الأشلاء كانت جدا منخفضة وتقل بكثير عن درجة الحرارة التي عمت المكان الذي اكتشفت فيه، وذلك أمر آخر يتعين استجلاؤه. أبلغ العميد المكلف بالملف الوكيل العام للملك بفحوى التقرير الأولي للطبيب الشرعي، وحصل منه على إذن بمباشرة تشريح الأشلاء دون ما انتظار. لم تكن عملية سهلة، ومع ذلك فإن الخبرة التي كان الطبيب الشرعي قد راكمها مكنته من أن يكتشف بين بقايا المعدة وما احتوت عليه من طعام آثار مادة سامة شديدة المفعول. قال الطبيب للعميد: إنها مادة لا تترك فرصة للنجاة من الموت لمن يتناولها. في المختبر العلمي للشرطة بالدار البيضاء أفضى تحليل بقايا الطعام وقطع من الأشلاء إلى أن الرجل مات قبل أن يصل إلى السكة الحديدية. بالنسبة للمحققين فإن ذلك قد يعني أن الرجل حمل هامدة إلى المكان حيث داسه القطار. في تلك المرحلة تم إسناد البحث إلى رئيس الفرقة الجنائية العاشرة العميد ممتاز البشير العباسي. كان الرجل قد راكم خبرة أكثر من 20 عاما في الشرطة القضائية. في الحقيقة على مستوى الدار البيضاء كانت تحال عليه القضايا الأكثر استعصاء وتعقيدا، وقد أثبت أنه يستطيع الكشف عن الحيل التي يلجأ إليها المجرمون لإخفاء معالم جرائمهم. كان أول ما قام به أن توجه إلى المستودع البلدي للأموات، حيث قام بمعاينة بقايا الجثة التي عثر عليها ممزقة في سكة القطار. كان ما بقي من الجثة متماسكا هو الجزء الأسفل، وكان يحمل سروالا لم يكن في جيوبه أي شيء. قام العميد الممتاز بحجز السروال والتبان الذي لم يكن به أي أثر فيما ظهر لحظتها. أخذ عينة من الأشلاء وبعث بها إلى المختبر العلمي للشرطة لتحليلها جينيا. لم تكن هناك بصمات يعتمد عليها لمعرفة هوية صاحب الجثة. وقد لاحظ العميد أن التبان الذي كان يرتديه الهالك من ثوب صوفي وأنه يحمل علامة صنع في فرنسا. عدا ذلك لم يكن هناك ما يسترعي الانتباه سوى أن الساق الأيمن على مستوى الركبة يحمل أثر عملية جراحية، وكانت آثار العملية تمتد على نحو 10 سنتيمترات. وقد أضيف هذا المعطى الذي تكشف بعد نزع السروال من الساقين إلى تقرير المعاينة. في هذه القضية وجد المحققون أنفسهم في مواجهة شح واضح في المعطيات التي يمكن أن تفضي إلى مسلك ينتهي إلى كشف الحقائق. لا وجه ولا بصمات ولا وثائق، هما ساقان قدمين حافيين وأشلاء متداخلة اختلط فيها الشعر وبقايا الملابس. صار واضحا بما يكفي الآن أن الأمر لا يتعلق بانتحار بل بجريمة قتل. وكانت التحاليل المخبرية قد أثبتت أمرا واحدا حتى الآن، أن الرجل مات مسموما، وعلى المحققين أن يصلوا إلى من قام بتسميمه وكشف الدوافع الكامنة وراء ذلك. في مثل هذه الحالة حيث يتعذر تحديد الهوية يعمد إلى نشر مذكرة بحث يتم تعميمها على مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي في كل أنحاء البلاد. وقد تم تضمين تلك المذكرة ما تم التوصل إليه من معطيات. لم يكن الباحثون يعولون كثيرا على أن يأتي هذا الإجراء بنتيجة حاسمة، ولكنه ليس مقبولا إهمال القيام به، إذ كثيرا ما عبر تفاعل العموم مع مثل المذكرات تجلت مقولة واسعة التداول بين المحققين مؤداها أن الصدفة صديقة الشرطة.
لعل العميد الممتاز البشير العباسي كان يستحضر تلك المقولة الشهيرة وهو يباشر تعميم مذكرة البحث المتعلقة بتلك البقايا البشرية. وقد أوصى العميد الموظف المكلف بمستودع الأموات بالإبلاغ عن كل من تقدم باحثا عن متغيب أو مفقود. مرت الأيام ولم يتمكن الباحثون من تحقيق تقدم حقيقي للخروج بالقضية إلى مسلك يفضي إلى كشف الحقيقة. وفي صباح 16 من يناير من العام 10/2000 جاءت إلى المستودع البلدي للأموات امرأة يرافقها شاب، كان يسألان عن رجل اختفى في ظروف غامضة. قام الموظف بعرض الجثث الموجودة في المستودع على المرأة، ولكنها لا تعرف إلى أي منها، وقبل أن تغادر سألها إن كان بمقدورها أن تنظر إلى بقايا جثة. ترددت قليلا ثم بدت وقد عزمت النظر إليها. سحب الموظف الدرج الذي كان يحتوي على ساقين، وما أن نظرت إليهما حتى أغمي عليها. تمت دعوة طبيب لإسعافها، وقام الموظف بالاتصال مباشرة بهاتف العميد الممتاز العباسي الذي حل مسرعا بالمستودع البلدي للأموات. كانت المرأة قد نقلت إلى المستعجلات حيث التحق بها العميد، وبالرغم من أنها كانت قد تمكنت من استعادة وعيها إلا أن الطبيب الذي تولى إسعافها نصح العميد بتأخير كل استجواب لها. تم استخدام حارس أمن لازم باب غرفتها، فهل هي صدفة صديقة الشرطة؟ سنعرف ذلك غدا. ملفات بوليسية. فيما حكته المرأة استوقف اهتمام العميد الممتاز تلك الفجائية التي حدثت فيها كل التطورات التي سبقت اختفاء محمد بن أحمد بن قدور. قالت إنها كانت تتصل به في هاتفه المحمول ولم تكن تتلقى أي رد، ولذلك صارت تظن أنه ربما تعرض لمكروه. ملفات بوليسية. قصص من ملفات الشرطة المغربية، كتبها الأستاذ عبد اللطيف بوحموش، صاغها للإذاعة ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. ملفات بوليسية. القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع، تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحيانا الأماكن، وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنه من باب الصدفة ليس إلا. ملفات بوليسية. حافي القدمين على السكة، الحلقة الثانية والأخيرة. كانت أشلاء، ما ظل متماسكا من الجثة هما الساقان. كانت جثة رجل، تلك التي داستها عجلات القطار الذي كان متوجها من الرباط إلى مراكش ذاك 27 من ديسمبر من العام 9/2000. كان القدمان حيين، ولم يكن بهما ما يدل على أن الرجل مشى إلى السكة. أبانت المعاينة والتحاليل التي أجريت أن بين بقايا الطعام الذي تناوله الرجل أثر مادة سامة شديدة المفعول. خلص المحققون إلى أنه ربما مات قبل أن تلقى جثته على السكة الحديدية. تولى التحقيق في هذه القضية الغامضة رئيس الفرقة الجنائية 10 العميد ممتاز البشير العباسي، وعدا ما تم رصده من دلائل على أن الأمر لا يتعلق بعملية انتحار بل بجريمة قتل، لم يتوفر ما يمكن من تحديد هوية صاحب الجثة الممزقة. لم تكن هناك أصابع ترفع منها البصمات، ولم تكن في ملابسه وثيقة ما. في مثل هذه الحالة يتم نشر مذكرة بحث تعمم على مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي في كل البلاد،
وذلك ما قام به العميد الممتاز العباسي على أمل أن يظهر من يبحث عن متغيب أو مفقود. وقد أوصى العميد الموظف المكلف بالمستودع البلدي للأموات بأن يتصل به شخصيا عند قدوم أي شخص يبحث عن مفقود. مرت عدة أيام دون أن يعرف هذا الملف جديدا، ثم في صباح 16 من يناير من العام 10/2000 جاءت إلى المستودع البلدي للأموات امرأة يرافقها شاب، كانت تبحث عن رجل اختفى منذ فترة في ظروف غامضة. وقد عرض عليها الموظف الجثث التي كانت في المستودع البلدي للأموات، لم تكن بينها جثة الشخص الذي تبحث عنه تلك المرأة. وبينما كانت تهم بالمغادرة أبلغها الموظف بوجود بقايا جثة، وسألها إن كانت ترغب في إلقاء نظرة عليها. في البداية ترددت ثم وافقت. سحب العون الدرج الذي يأوي الساقين والأشلاء، وما أن رأت الساقين حتى أغمي عليها. تم نقلها إلى المستعجلات بينما اتصل الموظف بالعميد الممتاز العباسي وأبلغه بهذا المستجد. في ذلك اليوم لم يتمكن العميد من استجواب المرأة، إذ نصح الطبيب الذي تولى إسعافها بإرجاء الأمر إلى الغد. في تلك الليلة بات بباب الغرفة التي كانت فيها حارس أمن. في الصباح جاء العميد إلى المصحة. كانت الحالة الصحية للمرأة قد تحسنت وبدت مستعدة للإجابة عن أسئلة المحققين. تم نقلها مع ذلك الشاب الذي كان يرافقها والذي قالت إنه ولدها إلى مقر ولاية الأمن. علم منها العميد الممتاز أن بقايا الجثة تعود إلى زوجها، أنها تعرفت عليها من خلال أثر العملية الجراحية التي أجريت له على الساق قبل عدة سنوات. للمرة الأولى منذ أن تولى البحث في هذا الملف سيتمكن العميد من وضع اسم معلوم لتلك الأشلاء البشرية التي تناثرت على سكة القطار. علم من المرأة أن الرجل كان يسمى محمد بن أحمد بن قدور، المزداد في صخور الحمنة في العام 67 900 وألف. كان رجلا مهاجرا في فرنسا لما تزوجها قبل 20 عاما، وقد التحقت به هناك. قالت إنها تمكنت من متابعة الدراسة وتخصصت في المحاسبة، وحصلت على شهادة أهلتها للحصول على وظيفة في إحدى الشركات الكبرى. في سردها لتفاصيل حياتهما في تولوز بفرنسا قالت إنه محمد زوجها تخلى عن عمله بعد أن حصل على قرض من البنك، وفه في فتح محل تجاري تخصص في بيع اللحوم الحلال، وهو ما جعله يستقطب زبناء كثيرين من أبناء الجاليات المغاربية أساسا. علم المحققون من المرأة واسمها خديجة العجان أن علاقتها بزوجها عرفت بعض التدهور في الفترة التي تلت افتتاحه المجزرة. قالت إنه صار يخالط بعض المتزمتين الذين كانوا يحرضونه على الضغط عليها بل وإجبارها على ارتداء الحجاب. قالت إن أحد أولئك المتزمتين كان يجد في جهل أغلب المهاجرين بأمور الدين مرتعا خصبا له ينشر بينهم أفكاره الغريبة. قالت إن الرجل المتزمت صار يدفع زوجها إلى تطليقها لأنها رفضت ارتداء الحجاب. تضيف خديجة أنه لما لم يستطع تطليقها وفق هواه ولم يتمكن من إقناع المحكمة الفرنسية بأسباب الطلاق، قرر العودة إلى المغرب. باع متجره وجاء إلى الدار البيضاء، حيث قام بفتح سوق ممتاز صغير يعرض اللحوم والمواد الغذائية المختلفة. قالت إنها أحست لاحقا بأنه قرر العودة إلى المغرب فرارا من ضغط تلك الجماعة من المتزمتين خاصة، وأنه لم يتمكن من إثبات قوته بتطليق زوجته التي ترفض ارتداء الحجاب. قالت إنه كان يأتي إلى تولوز مرة كل 3 أو 4 أشهر، يمضي بعض الأيام يتفقد أحوال الأولاد ثم يعود إلى الدار البيضاء، وفي العطل الصيفية كانت تأتي هي والأولاد لقضاء العطلة. كان العميد الممتاز يصغي إلى المرأة بينما كان أحد مساعديه يدون كل أقوالها في محضر. كان العميد يريد أن يعلم أكثر عن حياة محمد بن أحمد بن قدور في المغرب. قالت المرأة إنه لما عاد إلى المغرب توجه إلى قريته في صخور الحمنة، من حيث أتى بابن عمه
محمد بن عبد الله بن قدور ليساعده في تجارته. أمضى معه عاما أو نحو من ذلك، وقد أبان عن وفاء وإخلاص وتفان في العمل، وكان زوجها لقاء ذلك قد خصص له أجرا شهريا محترما. من تولوز كان الرجل يبدو وقد نجح في مشروعه، وكان يتصل ببيته هاتفيا مرة كل يومين أو 3 يسأل عن أحوال الأبناء، ثم فجأة تقول خديجة وعيناها تدمعان: انقطع كل اتصال منه. مضى على ذلك الحال شهر كامل. قالت إنها كانت تتصل به في هاتفه المحمول ولم تكن تتلقى أي رد، وذاك ما جعلها تشك في أن زوجها تعرض لمكروه. قالت إنها لما وصلت إلى الدار البيضاء توجهت مباشرة إلى المحل التجاري زوجها، وقد فاجأها أن المحل هدم وأن أشغال بناء عمارة مكانه قائمة على قدم وساق. ولم يكن أمامها سوى التوجه إلى قرية زوجها في صخور الحمنة. كانت هناك على موعد مع مفاجأة ثانية، فابن عم زوجها محمد بن عبد الله بن قدور، ذاك الذي كان يعمل مساعدا لزوجها، صار صاحب متجر كبير في القرية. لم يتنكر الرجل لها، وأبلغها بأن زوجها باع محله التجاري في الدار البيضاء وعاد إلى فرنسا، وإنه كان قد وعده بالاتصال به عندما يصل، ولكنه لم يفعل حتى الآن. لاحظت خديجة أن تجهيزات كثيرة مما كان في المحل التجاري لزوجها انتهت بها الرحلة هنا في هذا المحل التجاري الجديد في القرية. كما لاحظت أن بين تلك الأشياء ملابس تخص زوجها. لم تطل خديجة البقاء في القرية وعادت إلى الدار البيضاء. قالت إنها طافت بكل المستشفيات، ولما أعياها البحث ويأست من العثور عليه حيا توجهت إلى المستودع البلدي للأموات. فيما حكته المرأة استوقف اهتمام العميد الممتاز تلك الفجائية التي حدثت فيها كل التطورات التي سبقت اختفاء محمد بن أحمد بن قدور، والسرعة التي باع بها محله التجاري، أكثر من ذلك السرعة التي حصل بها صاحب مشروع العمارة على رخصة البناء. رأى العميد أن الحلقة المفقودة قد تكون لدى طرف من الأطراف التي كان يهمها أن يتخلى الرجل عن محله التجاري طوعا أو كرها، وقد مال العميد إلى استثناء فرضية تخليه عن تجارته طوعا في الوقت الذي كانت تدر عليه مداخيل هامة. تم إجراء تحليل لعينة من دم الشاب الذي يرافق المرأة وهو ابنها، وقورن حمضه النووي مع الحمض النووي لبقايا الجثة، وجاءت النتيجة حاسمة: الأشلاء أشلاء محمد بن أحمد بن قدور. تم اتخاذ الإجراءات الخاصة بإيفاد فريق من المحققين إلى صخور الحمنة للاستماع إلى محمد بن عبد الله بن قدور، فقد كان أقرب شخص إلى الهالك حتى اللحظات الأخيرة قبل اختفائه، وكان طبيعيا أن يسأل عن مصدر المال الذي سخره في فتح محله التجاري. رد بأن ذلك مما حصل عليه من ابن عمه جزاء إخلاصه في العمل بعد أن باع المحل، لأنه عزم على الرجوع إلى فرنسا. في الدار البيضاء استجوب الباحثون صاحب مشروع العمارة التي تقام مكان المحل التجاري، وقد أكد أنه اشترى العقار حيث كان بن قدور يكتري محله، كما أنه توصل إفاق ودي مع الرجل الذي حصل على 60 مليون سنتيم وأخلى بعد ذلك المحل. وقد قدم الرجل نسخة من عقد اتفاق أشهد عليه عدلان. حين فحص الباحثون الوثيقة وجدوا أن محمد بن قدور الموقع فيها أدلى برخصة السياقة كوثيقة للتعريف بدل بطاقة التعريف الوطنية، وقد أثار الأمر الشكوك، ولذلك تقرر التدقيق في الأمر بزيارة إلى أرشيف مصلحة تسليم رخص السياقة. كان صاحب الرخصة حسب عقد الازدياد المدرج في الملف هو محمد بن عبد الله بن قدور، وليس محمد بن أحمد بن قدور. في رخصة السياقة لم يكن يظهر سوى اسم محمد بن قدور. تم استقدام محمد بن عبد الله بن قدور من صخور الحمنة، وقد أنكر أن يكون من وقع في عقد التنازل عن المحل التجاري. تم استدعاء العدلين اللذين حرر العقد،
وطلب منهما التعرف على محمد بن قدور بعدما وضع في صف من الرجال تتقارب أعمارهم وملامحهم. وقد أشار إلى الرجل المستقدم من صخور الحمنة، إذ ذاك انهار محمد بن عبد الله بن قدور. اعترف بأنه قبض 60 مليون سنتيم من صاحب مشروع العمارة لقاء إخلاء المحل التجاري. قال إن الرجل هو الذي دله على عطار في المدينة القديمة أعد له خلطة السم القاتل التي مزجها بطعام ابن عمه. لما مات وضعه في ثلاجة وانتظر إلى بطن الليل، ثم حمل الجثة التي بلغت درجة من التجمد وألقى بها في ذلك المقطع المظلم من السكة الحديدية. تبين من خلال تحريات أن محمد بن عبد الله بن قدور كان من نفذ جريمة القتل بتحريض مشاركة من صاحب مشروع العمارة وتواطؤ من العدلين اللذين تبين أنهما حصلا على نصف ما دفعه صاحب مشروع العمارة لقاء تزوير عقد التنازل. ملفات بوليسية.